خلونا نعمل سوا سيستم بسيط يرجع لي الداتا اللي انا عايزاها من الرو بمجرد ما اكتب لهم الاي دي. انا هنا عندي داتا للعربيات مستخدمة بتتباع، فعندي الموديل والميك والمايلج واي دي. الاي دي ده يونيك، حتى لو جربنا نشوف فيه ال duplicated values مش هنلاقيها. ايه الطرق اللي ممكن نستخدمها في حاجة زي كده؟ عندي 3 طرق وتريك. فخلينا نبدأ بأول واحدة، VLOOKUP. ناس كتير بتتلخبط فيها بس هي فعلا سهلة. هنكتب VLOOKUP. VLOOKUP بتاخد أول حاجة ايه؟ الفاليو. أنا كتبتها 1 عشان تبقى قدامي وابقى عارفة هي صح ولا غلط. والتيبل array هنا يا إما هسلكت التيبل كله وأعد الكولومز from ID to make، يا إما هسلكت الكولومز بس اللي أنا محتاجاها. وتحت اتكتب لي إن هما 6، فهكتب 6 دي عدد الكولومز اللي هنتحركها. وبعد كده في الآخر يا بختار يا 0 يا 1 علشان يجيب لي يا إما exact match ب0 يا إما 1 بيبقى approximate. فدايما أنا هختار 0 عشان يجيب لي الماتش المظبوط. كده طلعت النتيجة اللي هي نيسان، وده فعلا صح. وخلينا نجرب في أي رقم تاني. فأنا كده بالنسبة ل VLOOKUP فهي تمت بنجاح. ايه تاني ممكن نستخدمه؟ XLOOKUP. XLOOKUP شبهها بس ممكن تبقى أسهل، انتوا اللي هتقولولي. خلونا نستخدم نفس الكود XLOOKUP. أول حاجة بنبص لها برضو اللوكاب فاليو، وبعد كده اللوكاب array. الفاليو دي في أنهي كولوم؟ هتبقى ID. بعدين هيبقى الريتيرن array. الريتيرن array اللي هو ايه؟ اللي أنا هدور فيه بقى، اللي انت عايز منه القيمة. فهنا هيبقى الموديل، وبرضو الماتش هيبقى 0. دي XLOOKUP. ايه تاني ممكن استخدمه؟ ممكن استخدم index plus match. هيبقى خلينا نشتغل على نفس الكود. اول حاجة index بقول لها الاري اللي انا هدور فيه. يعني انا هنا عايزة المايلج، فانا هديها الكولوم بتاع المايلج. match بقى هترجع لها رقم الرو اللي هتجيب لي قيمته. فهنا match هتدور على القيمة اللي انا عايزاها في اللوكاب array اللي هو ID، وبرضه هكتب لها الماتش تايب واقفل قوس ماتش وبعد كده اقفل قوس اندكس، فجابت لي المايلج بتاعها. التريك فين بقى؟ VLOOKUP دايما بتبص يمين، يعني لازم يبقى الاي دي على الشمال واللي انا بدور عليه على اليمين. بفرض حاجة حصلت عندي والاي دي ده بقى على اليمين وانا عايزاها تبص شمال. طب انا هعمل ده ازاي؟ انا عملت الكولوم ده اللي هو ID2 هو identical مع الاي دي اللي هو في كولوم رقم A، بس علشان نجرب الريفيرس VLOOKUP. هي نفس الانبوتس ونفس التكنيك بس هتحللي المشكلة. بعملها ازاي بقى؟ تساوي VLOOKUP نفس الفاليو. في الاري بقى انا مش بسلكت array، لا انا بديها فورمولا تانية اسمها choose دي انا بقول لها ان انا هختار 2 columns 1 and 2. الاول اللي هو الاي دي والتاني اللي هو الير اللي انا عايزاه. كده انا خلصت choose، وهرجع اقول VLOOKUP ان انا الكولوم index number 2 مش هعد بينهم، لا هم خلاص بقوا عندي 1 و2 فهم بقوا 2 والماتش 0. فكده رجعت لي 2002. تعالى بقى نغير، مثلا نجرب 1 عشان نتأكد ان كله تمام. كده انا حليت مشكلتي ب3 أو 4 طرق. انتوا بقى تقولوا لنا مين اسهل فيهم.